يشهد الله في الكتاب المقدس عن داود النبي قائلاً: وجدت داود رجلاً حسب قلبي. ولد إيهاب نظير خليل وهبة يوم الجمعة 25 يناير سنة 1957 ميلادية، الموافق 17 من طوبة سنة 1673 في حي شبرا بالقاهرة، ودخل كلية الفنون الجميلة قسم عمارة عام 1978 ميلادية. عمل بعد التخرج في مكتب الدكتور علي رأفت، وهذا قبل دخوله الحياة الرهبانية. كان مثالاً للأمانة والتفاني في الخدمة. بالرغم من كثرة مشغولياته بالخدمة قبل الرهبنة، كان يذهب إلى بيت ماري مرقس بأبو تلات بالإسكندرية ليكمل بناؤه، وهو مبنى تابع لأسقفية الشباب، وكان القائم عليه نيافة الأنبا موسى. كان نيافته على صلة وطيدة بالأنبا موسى أسقف الشباب، وهو الذي شجعه على الحياة الرهبانية، لأنه كان يجد فيه الراهب الزاهد عن كل شيء. وترهبن في 3 يوليو عام 1989 بدير السيدة العذراء بالبراموس. وترهبن باسم الراهب موسى، ولم يترك الدير حتى خرج منه إلى سكرتارية قداسة البابا شنودة الثالث. أحب حياة الرهبنة والتوحد، عمل في بناء سور الدير حتى أصيب بالإعياء، ثم عمل ببوابة الدير، ثم بعد ذلك أخذ درجة القسيسية ثم القمصية، ونظرا لتقواه ومحبته عين وكيلا للدير، ثم رشح للأسقفية. سيم الأنبا داود أسقفاً في عهد قداسة البابا الراحل البابا شنودة الثالث في يوم الخميس 14 نوفمبر عام 2002. جلس على كرسي الأسقفية بالمنصورة يوم السبت 21 ديسمبر سنة 2002 ميلادية. ندعوك يا داود أسقفاً على المدينة المحبة للمسيح المنصورة وكل توابعها، افز مرعوت جبي ابن ميسوع. نشكر الله الذي منحنا في هذا اليوم أن نرسم الأسقف رقم 102 في تاريخ الكنيسة. تمتع نيافة الحبر الجليل الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها بقلب بسيط وروحا نقيا، وكان أمينا في رهبنته وفي رعايته لشعبه، فأحبوه ولمسوا هذه المحبة النقية كل من عرفوا ومن تعامل معه. الأسقف الذي رسم لكم إنسان متواضع القلب جدا ووديع وهادئ، ولكن أرجو ألا تستغلوا تواضعه أزيد مما يجب. فإحنا هنقول له إزاي وقت اللزوم يكون شديد ويرعى شعبه بقضيب من حديد. اهتم جدا بخدمة الافتقاد للطلبة ومساعدتهم في المشاكل الدراسية والروحية والمادية، واهتم بالرحلات الدينية والترفيهية. حتى بعد رسامته أسقفا كان يتابع الاجتماع الذي أسسه لهم وبنفس الكنيسة. الشباب هو مستقبل الكنيسة. كنيسة بلا شباب هي كنيسة بلا حياة. الخطية دي مرة جدا. بصوا، الخطية دي عاملة زي السرطان، فهي لا تعيش إلا ليموت الإنسان. مفيش حياة بدون ألم، ولكن في بعد الألم فرح. الإنسان العاقل يشتري أبديته ويبيع العالم.
أهم شيء في حياة الإنسان أبديته. وبعد صراع طويل مع المرض رقد في الرب يوم الثلاثاء 6 ديسمبر سنة 2022 عن عمر ينهاز عن 66 عام، بعد ما قضى في حياة الرهبنة ما يزيد عن 32 سنة، منها 20 سنة أسقفاً لأبروشية المنصورة وتوابعها. مثلث الرحمات نيافة الأنبا داود إنسان فاضل تميز بصفات عديدة، لكن أول صفة أنا كنت أشوفها باستمرار فيه أنه إنسان هادئ في كل الموضوعات اللي كنا بنناقشها، وفي حضوره في المجمع، حضوره في اللجان، بخدمة المتنوعة. إنسان هادئ، ومن يعيش في الهدوء هو يعيش في سلام في قلبه. لو قالوا إني رجعت بيتي ما تزعلوش، أكيد هنتقابل في يوم فما تحزنوش. حضن المسيح أجمل كتير، اطمنوا وبقيت بخير وأنا معاه فما تخافوش. وانا مش ناسيك، هفضل اكيد على طول معاك، هفضل اصلي عشانك، انا سامع بكاك. العذراء هتحافظ عليكوا كلكوا، ده انتوا ولادي وسبتكوا في ايد الملاك. العالم يحيا فيك ولا يحيا فيك ايه؟ الله. مش ناسي وقفتنا في كل اجتماع صلاة، وأي حد ينادي ليا هكون معاه. هتوحشوني بس لازم أكون هنا، كان لازم أسكن في السماء وحضن الإله. خلوا عيونكم على الكنيسة وما تغيبوش، قداس وخدمة وأنشطة المخوف ممنوع مجدا بعضكم